انا اسف بقى في اللفظ، بتاعت السرقه حرام. لا يعني كل الناس وحشه وانت وحش زيهم. انت عايز ايه بس؟ لو شفت حد بيشوه في ممتلكات بلدك يا ترى هتعمل ايه؟ بحاول اطلع البتاعه ديت بس ومش قادر عشان عافيه شويه، عايز اطلعها واخدها عندي البيت. دي بتاعت البلد عليها بعض الزبون، مفيش كلام. ايوه بس يعني الواحد ممكن ياخدها عادي، ما هي بتاعت الناس والناس كلها بتاخد حاجات الناس يعني. كل الناس وحشه وانت وحش زيهم. يعني بس عايزين نسترزق يا حاج، يعني القصه كلها. بتاعت السرقه حرام، مذاكرها حرام. بس يعني دي بتاعتك. ما انا بشوف الناس كلها يا حاج بتاخد الحاجه في الشوارع من البلد. وانت عايز تبقى وحش؟ لا طبعا، بس يعني هو الواحد بيشوف الناس كده كلها بيعمل زيهم. بتعمل زي الوحش. انا اسف بقى في اللفظ اللي بقولها، يعني لو كان في البيت ما علمكش الصح فين. انا اسف. على ابعد ظروف الكليه ما اتعلمتش، كل ما راح تعليمك ما اتعلمتش ان دي مش بتاعتي. لا طبعا اتعلمت. السلام عليكم. انا بحاول اطلع البتاع ديت اخدها عندي في البيت، فاهمني ازاي؟ بس شديده قوي عليا، مش قادر اشيلها لوحدي. لا ده الناس زرعنا. يعني بتاعت البلد يعني قصدك والكلام ده؟ طب اخدها واوريك. ده يعني ها؟ ده حاجه اللي انت بتعملها. ده بالعقل. يا عم الناس كلها عماله تسترزق، كله عمال ياخد. ها؟ حاجه الناس مستحيل. عايز اطلع البتاع ديت اشيلها اخدها عندي البيت، بس مش عارف، بقالي شويه عمال بحاول اطلعها، بهدلت نفسي مش عارف اطلعها. جرب كده. ايه؟ طب هقول لك على حاجه، انا بس انت عايز ايه بس؟ هو عايز ايه؟ خليك طب اهو بعيد. عايز ايه؟ انا عايز تساعدني في دي وهديك 100 جنيه. لا طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ كل مثلا حد يقول لي لا ويمشي، ليه؟ غلط. ليه غلط ليه؟ غلط لان دي مش بتاعتك. وانت راجل زي الفل. تسلم والله العظيم بجد. انا بحب مصر جدا. ربنا انا يبارك. سافرت السعوديه على فكره. مم. والحمد لله رب العالمين، من ساعه ما جيت السعوديه بقول انا في اي حته امشي فيها في الشارع لازم ابص التراب اللي في مصر. ربنا يبارك فيك. والله العظيم. البلد وممتلكاتها أمانة في رقابنا، بننقلها لأولادنا وأحفادنا من بعدنا. وزي أي حاجة بنملكها، شقة، عربية أو أي حاجة تانية، بتكون نفسك توصل لولادك في أحسن حال. يا ترى دلوقتي إذا شفت حد بيخرب أو يشوه في ممتلكات بلدك، يا ترى هتعمل إيه؟